لو عندك قطه في البيت، لو عندك كلب في البيت، حتى لو في جراشك، حتى لو في اوضه، حتى لو على سطح، الفيديو ده مهم ليك جدا جدا. خلي بالك لو القطه خربشت ابنك، لو الكلب خربش ابنك ما تستهونش، اوعى تستهون وتقول ما عملش فيه حاجه، وتقول ما عملش فيه حاجه. خلاص خلي بالكم. لازم في اول يوم تروح للمستشفى. ليه؟ لان في مصر 5 حقن لازم تاخدها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين عندي في الدنيا. النهارده الفيديو ده مهم جدا جدا، احلى من الطبخ واحلى من الاكل واحلى من الفلوجات اللي بره واحلى من الهدوم، من اي حاجه. الفيديو ده مهم جدا جدا. ده ايه؟ ده ايه؟ ده جرعات. دول 5 جرعات، دول 5 جرعات. الاستاذ ده هياخدهم. ليه؟ هو خد اول جرعه النهارده ايه؟ 15/7. السنة 4 جرعات. 15/7/2024 ديت الجرعه الاولى، والجرعه الثانيه 18/7، الجرعه الثالثه 22/7، الجرعه الرابعه 29/7، الجرعه الخامسه 12/8. ليه بقى؟ استاذ احمد بقى هو اللي هيحكي لكم ايه اللي حصل الكلب. طبعا هو بيحب الكلاب جدا، بيحب القطط وما بيخافش من الكلاب وبيهزر معاك. احكي. بحب الحصان وبحب اي حيوان، بحب العب معاه، ولو مشى ولا اي حاجه. بس خلينا في اللي حصل النهارده وما تطولش عليهم الفيديو. عشان ما تقولش على كل فيديو. هو نزل راح مكان ما، المكان ده فيه كلب، مفيش دقيقتين. كلبه نتايه صغيره، هي لسه صغيره في السن بس مش صغيره. ملناش دعوه هي ايه. هي بنت مش صغيره، لا صغيره يعني كلب برضو، كلب. خربشتني، كنت بلعب معاها فهبشتني هنا في شفتي. خربشته هنا، خربوش بس. هي مش قصدها، هي بتلعب معايا. جاب دم الخربوش؟ ما جابش دم. اتعور مكانه؟ لا ولا باين اي حاجه في شفتي. ايه اللي حصل بعدها؟ هو جالي قال لي فضلت تحرقني يا ماما. انا الكلبه اسمها ايه؟ اسمها هي بيب. ايه اسمها ايه اصلا؟ جوليا. هو جه قال لي يا ماما جوليا خربشتني هنا. انا عارفاها جوليا، ماما خربشتني هنا. قلت له كده يا احمد لازم تاخد مصل. قعد يعيط وتنطط، لا انا مش واخد، هو تعب لي اعصابي طول المده اللي احنا رحنا فيها. على ما جهزنا مشينا من هنا رحنا المستشفى، تعب لي اعصابي، لا انا مش واخدها، لا انا مش واخدها، لا الحقن هتبقى صعبه، لا صعبه. وكل الطريق نفس المستشفى ما تجيش. طول الطريق يعيط، ماما الحقن هتموتني، ماما انا خايف، ماما انا خايف. اهو 5 جرعات، ما خدش الا جرعه النهارده اي حاجه خالص. الحمد لله. واخد اول جرعه. هو طبعا الخربوش ما جابش دم، الخربوش ما علمش مكانه، بس في دكتور انا شايفاه على التيك توك قال ان لازما الطفل اول ما يتخربش من قطه او من كلب لازما يروح لدكتور ياخد المصل ده، ياخد المصل ده بتاع السعر عشان الولد ما يسعرش. والله لا يقدر كده كده الحاله بتؤدي للوفاه، ما بيبقالهاش حل لو ما خدش المصل ده. ده انا سامعه الدكتور على التيك توك، وعندي الفيديو لو كده هبقى انزله لكم، هبقى انزل لكم الفيديو وتشوفوه وتتاكدوا منه. ان كان في طفل ام راحت له بطفل هي وجدته، والطفل ده كان عنده كام سنه؟ 3 ولا 5؟ 3 4 5. المهم هو الطفل ده هو كانوا رايحين له بحاله سخونيه، وقالوا له احنا لفينا عند الدكاتره والولد ما بيطيبش والسخونيه ما بتنزلش وهو تعبان قوي. فبعدين قال الام في قطه، يعني في قطه خربشته او عضته او حاجه. قالت له لا. هم قعد يقول لها تاكدي، قالت له ده من زمان، ده من 6 شهور كده. احمد خليك معايا، ده من 6 شهور تقريبا او من 4 مش فاكره. 4 أو 3. كان في حاجه، كان في قطه عندنا وكده وخربشته. جابت دم. جابت دم. مش عارفه جاب الدم ولا لا، انا هنزل لكم الفيديو. المهم هو سواء جاب دم او ما جابش، المهم هو الولد ده خلاص كانت الحقنه مش هتعمل له حاجه ومفيش مصل له خلاص. هو قال ان هو حوله على مستشفى الحميات، بس هو الحاله وفاه، الدكتور قال ان الحاله كانت وفاه ساعتها. علشان كده انا قلت هنزل لكم بالفيديو ده. وده هو وده الجرعات، ودي مستشفى ناصر في شبرا الخيمه. عاملين احسن معامله. التذكره مش بفلوس، التذكره مش بفلوس، المصل برده مش بفلوس. وعشان نحمي اطفالنا، لو عندنا قطه في البيت الله يسهل لها احنا هنمشيها، لو عندنا كلب في البيت برده ملوش لازمه،
لا له لازمه على سطحنا ولا في بيتنا ولا في بوابتنا ولا في جراج ولا كده. ليه؟ علشان نحمي ولادنا. وبعدين يا جماعة اللي مش مصدقنا يسأل أي دكتور أو يبحث عن النت حاجات من دي، احنا مش بنكذب ولا أي حاجة. لازم المصل، وربنا يعافي ولادنا وولادكم، امين يا رب العالمين. آمين. انا قلت الفيديو ده مهم جدا، اهم من اي حاجه. لو عندك كلب، لو عندك قطه، ما تفرحش ان انت جايب قطه لبنتك او لابنك، لا طبعا احنا بنضر عيالنا. ما هي لو خربشت ابني مش هيجي يقول لي، وبعدين الولد بعد قد ايه يدخل في حاله سخونيه ويموت وارجع اقول ده الولد ولما اتحسد. تعرف انت مش هتعرف، انت هتلاقيه نرجع نقول ايه ده انا ابني ولع. اتحسد، لا ده انا بنتي اتحسدت، لا مش عارفه فلانه، لا يا جماعه احنا نخلي بالنا على عيالنا. ون ايه يعني ما نعملش بقى ايه ان احنا عايزين نراضيهم بقى، واروح اجيب قطه ايه يا ماما انت وايه يا حبيبتي، واروح اجيب كلب، قطه ايه كلب ايه برضه. احنا يا جماعه عايزين نربي عيالنا ونعيش في امان ونعيش مستورين، وكفايه اصلا اللي الناس عايشه فيه حاليا. وبعدين اصلا يا جماعه انا لا وانا ناقصنا صغير قطط، استنى يا احمد، لا ناقصنا قطط ولا ناقصنا كلاب، والحمد لله، وربنا يسترها معانا ومعاكم، مع عيالنا وعيالكم، ويعافينا ويعافي ولادنا ويعافيكم ويعافي ولادكم، امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. وبعدين يا جماعه اصلا انا وانا صغير طلبت من بابا، انا كنت الاول بقول حصان والكلام ده، هو كان في لبنان طبعا مسافر. ما علينا، يعني هو عاوز يوصل لكم الاول ان هو طلب من باباه كلبه وجاب لي كلبه جيرمان، وكان بيحط ايده في بقها وكان بيهزر معاها ولا مؤاخذه في الكلمه كده كنت بلحس لساني في لسانها، لا مؤاخذه في الكلمه، وربنا الكلبه دي انا شفت منها حاجات حلوه. لسه هتروح تاني عند الكلبه دي؟ لا وبعدين بحبها. لسه هتروح عند اي كلاب تانيه؟ خلاص هو كده، هي رساله وصلت طبعا، بغض النظر عن اللي هو قاله، هي رساله وصلت ان لو عندك قطه ملهاش لازمه، وعندنا اطفال في البيت والله هي مالها لازمه. انا عايزه افرح ابني انا هجيب له قطه لعبه، عايزه افرح بنتي برضه هجيب لها كلب لعبه. خلاص يا رب الرساله تكون وصلت، وكفايه كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شيروا الفيديو ده، شيروا الفيديو علشان كلنا عشان كل الناس تعرف. مش عايزه مشاهدات، مش عايزه لايكات، مش عايزه يجيب لي اي حاجه ولا اي حاجه، بس اقسم احنا بالله عايزين العظيم بس الفيديو ده انا مش عايزه منه اي حاجه غير ان هو يتشير، يوصل توعيه للناس بس مش اكتر، عشان ابني وابنك وكل اللي يشوفه بعد اذنكم اطفالنا جميعا، يلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.